ليه بقى مفيش طيارات بتعدي من فوق القطب الجنوبي أنتاركتيكا؟ جهز كوباية الشاي بتاعتك وتعالى. أكيد لاحظت حاجة غريبة. لو بصيت على خريطة الطيران في العالم هتلاقي الطيارات بتعدي فوق كل مكان، تقريبا محيطات وصحاري، حتى القطب الشمالي. لكن في مكان شبه فاضي من الطيران تماما. ونيجي بقى لسؤالنا، ليه مفيش طيارات بتعدي فوق القارة القطبية الجنوبية؟ هل في خطر؟ ولا في سر؟ ولا في حاجة تانية خالص؟ عايزين نعرف بس المكان ده فين أصلا. القارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتيكا هي أبرد قارة على كوكب الأرض، ودرجة الحرارة ممكن توصل ل 80 درجة مئوية. ونيجي بقى لمشكلة الطقس هناك من أسوأ طقس على كوكب الأرض. رياح قوية وعواصف ثلجية، والرياح هناك بتوصل ل 300 كيلو متر في الساعة. الرؤية شبه معدومة، وده خطر جدا على الطيارات. ونيجي بقى للمشكلة التانية، إن مفيش مطارات للطوارئ. وفي الطيران لازم يكون في مطار قريب للطوارئ، لكن في أنتاركتيكا المطارات قليلة جدا وأغلبها مخصص للأبحاث. ونيجي للمشكلة اللي بعد كده، وهي المشكلة رقم 3، مشكلة الوقود. الرحلات الطويلة في القطب الجنوبي صعبة، لأن الطيارات بتحتاج وقود إضافي، ولو حصلت مشكلة الطيارات مش هتلاقي حتة تهبط فيها. ونيجي بقى لمشكلة الملاحة الجوية. المناطق القريبة من القطب الجنوبي أنظمة الملاحة التقليدية ممكن تبقى أقل دقة. السبب إن خطوط الطول بتتقارب جدا كل ما قربت من القطب، ده بيخلي تحديد الاتجاهات أصعب شوية على الطيارين. ونيجي بقى لمشكلة الاتصالات. شفت؟ القارة القطبية طلع عندها مشاكل أكتر منك، ومعظم الطائرات بتعتمد على الاتصال المستمر مع مراكز التحكم الأرضية. لكن في أنتاركتيكا مفيش شبكات اتصال قوية زي باقي الدول، يخلي التواصل مع الطائرة أصعب. نيجي بقى للجليد وتأثيره على الطيارات. الهواء البارد جدا ممكن يسبب تجمد بعض أجزاء الطيارة، ده يخلي الطيران أصعب شوية في المناطق القطبية. عشان كده شركات الطيران بتختار طريق أطول شوية، لكن أكتر أمان بدل المرور فوق قارة أنتاركتيكا. بس كده، ده كان كل حاجة عن القارة القطبية. ولو عجبك الفيديو ما يبقاش بقى ايدك كده عاملة زي القارة القطبية، اعمل سبسكرايب وحط لي تعليق، نكمل ولا كفاية؟